اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ثالث واهم توبيك معانا في الكورس، وهو النتورك موديلز، الاو اس اي موديل، او بمعنى اصح الاوبن سيستم انتر كونكشن موديل. فمحتاج حضرتك تركزوا معايا في الحلقه دي وتجهز كشكولك والقلم ورصاص الروترينج وكوبايه الشاي او القهوه بتاعتك، عشان التوبيك ده مهم جدا. تعالوا الاول احكي لكم حكايه الاو اس اي موديل. في يوم من الايام قررت شركه ايزو انها تحط معيار موحد للنتورك، عشان لو عندي جهازين متوصلين ببعض وكل جهاز ليه اوبريتنج سيستم مختلف يقدروا يكلموا بعض من غير اي مشاكل، وعشان كمان يكون عندي نظام ستاندرد كل الشركات بتمشي عليه. فايزو فوضت شركه اي تريبل اي انها تحط الريفرنس موديل اللي هتمشي عليه كل الشركات، واي تريبل اي قسمت اي كونكشن لسبع مراحل. يعني لما جهاز يبعت اي حاجه لجهاز تاني لازم بيعدي على السبع مراحل، ونفس الكلام للريسيفر بيعدي بنفس السبع مراحل بس بالعكس. وسموا الموديل ده او اس اي موديل، اوبن سيستمز انتر كونكشن موديل. خلي بال حضرتك الاو اس اي موديل هو اهم حاجه في الشبكات كلها وهيتبني عليه كل اللي جاي، فلازم تكون مركز معايا وتفهمه كويس جدا. والسبع مراحل دول هم ابلكيشن لاير، بريزنتيشن لاير، سيشن لاير، ترانسبورت لاير، نتورك لاير، داتا لينك لاير، فيزيكال لاير. ودلوقتي هنتكلم عن السبع مراحل كلهم بالتفصيل، وهنبتدي باول لاير معانا وهو ابلكيشن لاير. الابلكيشن لاير هو اللي بيحدد ايه البروتوكول اللي هيسبورت الاكشن اللي انت بتعمله ويوفره. يعني على سبيل المثال لما تيجي تفتح جوجل وتكتب في اليو ار ال www.google.com بتلاقيه كتب لك كده قبليها HTTP، وده بيكون البروتوكول الخاص بالتصفح. ولما بتيجي تعمل داونلود بيشتغل بروتوكول الاف تي بي، فايل ترانسفير بروتوكول، وده بيكون خاص بالداونلود. ولو هتبعت ميل بيشتغل بروتوكول اس ام تي بي، سمبل ميل ترانسفير بروتوكول، وده اللي بيكون خاص بالميل. وطبعا في انواع كتيره جدا من البروتوكولز اللي بتشتغل في الابلكيشن لاير. ودلوقتي هنروح لتاني لاير معانا وهي البرزنتيشن لاير. البرزنتيشن لاير بياخد الداتا اللي جايه من الابلكيشن لاير اللي بتبقى في صوره حروف او ارقام، يعني هيومن لانجوج، ويحولها للغه ماشين لانجوج، يعني بيحولها لباينري بحيث تبقى في صوره زيروز و1 عشان الجهاز يقدر يفهمها ويتعامل معاها. والعمليه دي بتكون اسمها ترانسليشن. بعد كده بيبتدي يقلل عدد الباينري نمبرز ويعمل حاجه اسمها داتا كومبريشن، يعني بيضغط الملفات عشان يقلل حجمها ويسهل عمليه النقل، وساعتها هيخليها تتم في وقت اقل. وده بالظبط اللي بيحصل لما بنيجي نرفع صوره او فيديو على فيسبوك او واتساب، بنلاقي دايما حجمها بيقل عشان بيحصل لها داتا كومبريشن. والبرزنتيشن لاير بيعمل عمليه انكريبشن للداتا قبل ما بيبعتها، يعني بيعمل تشفير، والريسيفر لما بيستقبل الداتا دي بيعمل ديكريبشن وبيفك الشفره عن طريق بروتوكول اسمه SSL. يعني البرزنتيشن لاير بيعمل ثلاث عمليات اساسيه وهم ترانسليشن، كومبريشن، انكريبشن. وثالث لاير معانا وهو السيشن لاير، ومسؤول عن اربع عمليات مهمين جدا. اول حاجه ترانسميشن مود، وهنا بيبتدي يتحدد ملامح الكونكشن ان كانت هتبقى سمبلكس مود او هاف دوبلكس مود او فول دوبلكس مود. وتاني حاجه الاوثنتيكيشن، يعني مثلا لما بتيجي تدخل على اي سيرفر، السيرفر دايما بيطلب منك الاوثنتيكيشن، يعني بيقول لك دخل يوزر نيم والباسورد عشان يتاكد انت مين. وبعد ما بتدخل اليوزر نيم والباسورد وفعلا بتدخل، بتيجي هنا بقى عمليه الاوثرايزيشن، ودي اللي من خلالها السيرفر بيحدد اذا كان ليك اكسس على فايل معين ولا لا، يعني من خلالها بيتحدد صلاحياتك كيوزر على السيرفر. واخر حاجه السيشن مانجمنت، يعني مثلا لما بتدخل على موقع زي فيسبوك وانت مش كونكتد بالانترنت، بتلاقي كل البوستات والفيديوهات والصور اللي هم اوريدي كانوا متحملين في اخر سيشن ليك، يعني في اخر مره فتحت فيها فيسبوك، لانه بياخد الداتا اللي ظهرت لك على المواقع دي ويخزنها مؤقتا، ولما بتدخل على فيسبوك تاني بيبتدي انه يريستور الداتا دي تاني، وبتقدر تشوفها حتى لو مش متصل بالانترنت. يبقى السيشن لاير بيعمل اربع عمليات اساسيين: ترانسميشن مود، اوثنتيكيشن، اوثرايزيشن، سيشن مانجمنت. هنروح لرابع لاير عندنا وهو الترانسبورت لاير، اللي مسؤول عن عمليه النقل، وبيعمل ثلاث عمليات مهمين جدا. اول عمليه وهي سيجمنتيشن، بمعنى ان هو بياخد الداتا من السيشن لاير وبعدين بيقطعها لسيجمنتس، يعني الحتت صغيره عشان يسهل عمليه النقل. وده نفس اللي بيحصل لما بنيجي مثلا نعمل داونلود لفايل معين، بعدين يحصل فيه مشكله ونرجع نعيد الداونلود تاني، هنلاقي ان مش شرط يبدا الداونلود من الاول، هتلاقيه دايما بيبدا عند السيجمنت اللي حصل فيها مشكله. وكل سيجمنتس من دول بيبقى ليها بورت نمبر وسيكونس نمبر. بورت نمبر عشان يوصله للابلكيشن اللي شغال عليه، وبيكون ليه سيكونس نمبر عشان يحافظ على الاوردر بتاع السيجمنتس او الترتيب بتاع السيجمنتس، عشان في الاخر تكون مسج وتوصل سليمه زي ما هي للريسيفر بعد ما يكون حصل لها دي سيجمنتيشن. وتاني عمليه بيعملها وهي الفلو كنترول، يعني بيتحكم في كميه الداتا اللي بتتنقل. يعني لو ابعت داتا من البي سي للموبايل، البي سي بيقدر ينقل 100 ميجا بت بير سكند ماكسيمم، والموبايل بيقدر يستقبل 10 ميجا بت بير سكند بس. فلو عملنا عمليه نقل من البي سي للموبايل وكانت السرعه 50 ميجا بت بير سكند، هنلاقي انها اعلى من الريت اللي يقدر الموبايل يستقبله، فساعتها الموبايل هيبعت فيدباك للبي سي انه يبطئ الترانسفير ريت عشان يبقى 10 ميجا بت بير سكند وما يحصلش اي داتا لوس. ونفس الكلام لو الكمبيوتر بينقل بريت 5 ميجا بت بير سكند، الموبايل هيقول له زود الريت عشان يبقى 10 ميجا بت بير سكند ويحافظ على البرفورمانس. واخر عمليه بيعملها
بيعملها الترانسبورت لاير ديترماين بروتوكول، وهو انه بيحدد البروتوكول اللي هنستخدمه في نقل البيانات على حسب الاكشن اللي اليوزر بيعمله. وعندنا نوعين من البروتوكولز، تي سي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول ويو دي بي يوزر داتا جرام بروتوكول. الفرق ما بين التي سي بي واليو دي بي، التي سي بي بيتقال عليه كونكشن اورينتد ترانسميشن عشان هو دقيق جدا في ارسال الداتا بس بطيء جدا لانه بيبعت الداتا ويتاكد ان كل حاجه وصلت، بمعنى انه بيبعت سيجمنت معين للريسيفر ولازم يستنى الريسيفر يرد عليه بفيدباك او يعني ياكد ان هو استلم السيجمنت وكله تمام وساعتها هيبعت السيجمنت اللي بعدها وهكذا. يعني بيتاكد ان كل باكت وصل صح، ولو ما وصلش صح بيرجع يوصله تاني لحد ما يوصل. وبنستخدم التي سي بي في الرسائل عشان الحروف ما توصلش ناقصه، او في التحويلات البنكيه عشان الفلوس ما توصلش ناقصه. واليو دي بي بقى العكس، وبيتقال عليه كونكشن ليس ترانسميشن عشان مش دقيق خالص في ارسال البيانات لكن سريع جدا، هو بس يعرف ان في جهاز عايز داتا وهيبعتها وخلاص. يعني مش مهم عنده الباكت وصل ولا لا، هو بيبعت وخلاص. وبيشتغل البروتوكول اللازم حسب اللي هيعمله اليوزر، محتاج دقه اكتر ولا سرعه اكتر. يعني لو هتبعت ميل او رساله او هتعمل تحويل بنكي يبقى محتاج دقه اكتر، فبالتالي هيشتغل بروتوكول التي سي بي. لكن لو هتعمل فويس كول او هتلعب ببجي فساعتها هتكون محتاج سرعه اكتر، فبالتالي هيشتغل بروتوكول اليو دي بي. لكن انت مش بتختار البروتوكول قبل ما تبعت اكيد، عشان هو بيتحدد في الترانسبورت لاير اوتوماتيكلي. وخامس لاير معانا وهو النتورك لاير، وده بيعمل عمليتين مهمين جدا. اول عمليه لوجيكال ادريسنج، زي ما اتفقنا كل جهاز في الشبكه بيكون ليه يونيك اي بي ادرس خاص بيه هو اقدر اكلمه من خلاله. وكنا قلنا قبل كده زي لما بتيجي تبعت جواب لحد لازم تكون عارف العنوان بتاعه عشان الجواب يوصل له. النتورك لاير بقى بيستلم الداتا سيجمنت من الترانسبورت لاير ويزود عليهم الاي بي ادرس بتاع السندر والاي بي ادرس بتاع الريسيفر، ويكون الباكت اللي هي الداتا يونت بتاعه النتورك لاير. يعني الباكت بيكون فيه داتا سيجمنت وسورس اي بي وديستنيشن اي بي، وهو ده اللي بنسميه الاي بي ادريسنج. وتاني عمليه بيعملها النتورك لاير وهي الراوتنج. والراوتنج هي عمليه اختيار افضل مسار ممكن الداتا تمشي فيه عشان توصل من السورس للديستنيشن، واللي بيساعدني ان اعمل ده مجموعه من البروتوكولز زي الار اي بي راوتنج انفورميشن بروتوكول او الاو اس بي اف اوبن شورتست باس فيرست. وسادس لاير معانا هو الداتا لينك لاير. وفي نوع تاني من الادريسنج اسمه فيزيكال ادريسنج، وده بيتم في الداتا لينك لاير عن طريق الماك ادرس. يعني الداتا لينك لاير بيستقبل الباكت اللي جايه من الترانسبورت لاير ويزود عليها الماك ادرس بتاع السندر وبتاع الريسيفر عشان يكون الفريم اللي هو الداتا يونت اللي بيكون في الداتا لينك لاير. والعمليه دي اسمها فريم انكابسوليشن، والعمليه دي بتحصل للجهاز اللي بيبعت الداتا، وزي ما قلنا كل حاجه بتحصل بالعكس للجهاز اللي هيستقبل. فبعد ما الريسيفر يستلم الفريم بيقرا الماك ادرس وبيعمل فريم ديكابسوليشن عشان يقدر ياخد الداتا باكت ويطلع على الترانسبورت لاير وهكذا لحد ما يوصل للابلكيشن لاير. داتا لينك لاير بيعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه بيخلي الابر لايرز اللي هي اللايرز اللي قبله تاكسس على الميديا، والميديا هنا مش مقصود بيها اوديو او فيديو او صور او اي حاجه من دول. الميديا هنا مقصود بيها ترانسميشن ميديا اللي هو الفيزيكال لينك بين اي شبكتين او جهازين مختلفين. يعني مثلا لو عندي ديسكتوب كمبيوتر ولابتوب كمبيوتر عايزين يكلموا بعض وكل واحد فيهم في نتورك مختلفه، فلازم يستخدموا نتورك لاير بروتوكولز عشان يقدروا يكلموا بعض زي الاي بي مثلا. فهنفترض ان الكمبيوتر متوصل براوتر ار1 بالايثرنت كيبل، واللابتوب متوصل براوتر ار2 بالوايرلس كوميونيكيشن، وار1 وار2 متوصلين ببعض وايرلس كوميونيكيشن. فالديسكتوب كمبيوتر عايز يبعت مسج لللابتوب، فعلى حسب نوع الميديا اللي بين الديسكتوب وار1 الداتا لينك لاير هيضيف داتا للهيد والتريلر للاي بي باكيت اللي هنا هيكون الماك ادرس بتاع السندر والريسيفر عشان يكون الفريم اللي في الحاله دي هيكون ايثرنت فريم. فراوتر ار1 هيستقبل ايثرنت فريم وهيعمل دي كابسوليت عشان ياخد الاي بي باكيت لوحده، وبعدين يعمل انكابسوليت تاني عشان يكون فريم جديده بهيد جديد وتريلر جديد حسب نوع الميديا. بعد كده هيبعت الفريم لار2 عن طريق الراديو فريكوانسي، فار2 هيعمل دي كابسوليت برضه للفريم وانكابسوليت عشان يكون وايرلس فريم. بعدين اللابتوب هيستقبل وايرلس فريم ويعمل دي كابسوليت، وبعدين هيبعت الاي بي باكيت للنتورك لاير وهيفضل يعدي على كل الابر لايرز لحد ما يوصل للابلكيشن لاير. والابلكيشن بروتوكولز هتخلي الداتا اللي اتبعتت دي تظهر على شاشه اللابتوب. يعني كده الداتا لينك لاير بيقدر يعمل فريمنج، يعني يقدر يضيف هيد او تريلر حسب نوع الميديا المستخدم، وكمان بيعمل اكسس للميديا للابر لايرز اللي موجوده في الاو اس اي موديل. وتاني حاجه مهمه بيعملها الداتا لينك لاير وهي الايرور ديتكشن اند كوركشن. اثناء عمليه النقل ممكن الداتا دي تتعرض لاي عوامل خارجيه تسبب ايرورز، زي مثلا وجود مجال مغناطيسي قريب من السلك اللي بيتنقل فيه الداتا دي، ده ممكن يسبب ايرور. فالداتا لينك لاير مسؤول انه يتاكد ان الداتا وصلت سليمه وما اتاثرتش باي عوامل خارجيه، ولو في اي ايرور يقدر يكتشفه عن طريق تكنيكس مخصوصه لاكتشاف الايرورز، وبعدها بيعمل كوركشن عن طريق انه بيعمل ديسكارد للفريم اللي فيه مشكله ويرجع يطلبه تاني. في عندنا بقى 3 تكنيكس عشان نقدر نكتشف الايرورز اللي في الفريم. اول تكنيك بيكون الباريتي تشيك. الداتا بتاعتنا بتبقى عباره عن ستريم اوف بيتس، يعني مجموعه من الزيروز والون. فالتكنيك ده بقى بيعد لي عدد الوحايد اللي عندي ويشوف لو كانت ايفن هيبقى الباريتي بيت بزيرو، ولو كانت اود هيبقى الباريتي بيت ب1. وبعد كده بيبتدي يقارن قيمه الباريتي بيت اللي في السندر وقيمه الباريتي بيت اللي في الريسيفر، ويشوف لو كانوا بيساووا بعض يبقى المسج هتوصل بشكل سليم، ولو الاثنين مش بيساووا بعض يبقى انا عندي ايرور، فساعتها هيديسكارد المسج ويرجع يطلبها تاني. طبعا الطريقه دي هتنفع وعمليه
عاليه جدا لو عندي مشكله في بيت واحده. لكن لو مثلا خسرت واحدين من الداتا، ساعتها الزوجي هيفضل زوجي والفردي هيفضل فردي، ومش هنعرف ان في ايرور اصلا. وتاني تكنيك عندنا وهو اللي تشيك الصم، وهنا بياخد الداتا وبيجمع عليها الفيرست كومبوننت بتاعها، يعني عكس قيمه الداتا، يعني الزيرو يخليه واحد والواحد يخليه زيرو الخ. فالطبيعي ان ناتج عمليه الجمع يطلع كله وحاي، وبعدها بيجيب الكومبوننت بتاع الناتج ده، يعني يرجع يعكسه تاني، فالناتج لازم يطلع بزيرو. ولو الناتج بيساوي زيرو ساعتها الفريم هيكون اكسبتد، ولو غير كده هيكون ريجكتد وهيطلب ان الفريم يتباع تاني. واخر تكنيك معانا في الايرور ديتكشن وهو CRC سايكليك ريدندنسي تشيك. التكنيك ده بينفذ معادله رياضيه معينه على الداتا اللي في الباكت بتاع السندر، وبعدين بيحط قيمه المعادله دي في التريلر بتاع الفريم، ولما الداتا توصل جهاز الريسيفر هينفذ نفس المعادله، وهنقدر نكتشف ان كان في ايرور ولا لا عن طريق انه هيقارن قيمه المعادله في السندر مع قيمه المعادله في الريسيفر، ولازم طبعا يطلعوا بنفس القيمه عشان يأكسبت الفريم. اخر حاجه بقى عن الداتا لينك لاير انه بيستخدم بروتوكول اسمه سيزما كارير سينس مالتيبل اكسس. لو انا مثلا عندي 3 اجهزه متوصلين على راوتر بنفس الترانسميشن ميديا، يعني ليهم نفس الفيزيكال لينك، لو الاجهزه هتبعت داتا مع بعض في نفس الوقت ساعتها اكيد هيبقى في تصادم بين الداتا دي. فالداتا لينك لاير بيحل بقى المشكله دي عن طريق بروتوكول اسمه سيزما. فلما يجي مثلا اي جهاز يبعت اي مسج، البروتوكول ده هيبص على الشانل او على الميديا ويشوف لو في سيجمنتس او مسج ثانيه بتتبعت في نفس اللينك ولا لا، يعني بيراقب الترافيك في الكابل بتاع الميديا، واول لما يلاقيه ايديال يعني فاضي ومفيش اي مسج بتتبعت ساعتها يبتدي يبعت المسج بتاعته. نيجي بقى لاخر لاير عندنا في الاو اس اي موديل وهو الفيزيكال لاير. اتفقنا مع بعض ان الداتا بتتقطع لاجزاء في الترانسبورت لاير بيبقى اسمها سيجمنت، وبعدين في النتورك لاير بنزود عليها الاي بي ادرس بتاع السورس والديستنيشن وبيبقى عندنا باكت، وبعدين في الداتا لينك لاير بنزود عليهم الماك ادرس بتاع السورس والديستنيشن وبيبقى عندنا فريم اللي هو بيبقى مجموعه من البيتس، والبيت بيبقى ليها احتمالين يا 0 يا 1، يعني في الاخر بيبقى عندنا مجموعه من الزيروز وال1. يعني احنا في كل لاير بنضيف حاجه معينه لحد ما توصل للفيزيكال لاير على هيئه ستريم اوف بيتس، وبعد كده الفيزيكال لاير يحول البيتس دي لسيجنالز عشان تقدر تتعامل مع الترانسميشن ميديا، عشان طبعا ما فيش اي ترانسميشن ميديا يفهم لغه الزيروز وال1 اللي بيفهمها اي ديفايس. فالسيجنالز دي ممكن تبقى الكتريكال سيجنالز او اوبتيكال سيجنالز او راديو سيجنالز، والفيزيكال لاير هيحول البيتس دي على حسب نوع الميديا المستخدم، ممكن يحولها لالكتريك سيجنالز في حاله لو الكابل نحاس، ممكن يحولها لاوبتيكال سيجنالز في حاله لو كابل فايبر، ممكن يحولها لراديو سيجنالز في حاله لو الميديا وايرلس، وبعدين السيجنالز دي تتنقل عن طريق الميديا لحد ما توصل للفيزيكال لاير بتاع الريسيفر، وتمشي نفس اللايرز بس بالعكس لحد ما توصل للابلكيشن لاير. تعالوا ناخد بقى اكزامبل يربط لنا السبع لايرز ببعض عشان الدنيا توضح اكتر. تخيل معايا كده مهند عايز يبعت مسج لمواب على فيسبوك، فاول حاجه هيعملها مهند انه هيفتح البراوزر ويكتب في اليو ار ال facebook.com، فمهند هيلاقي ان ظهر قبل فيسبوك HTTP هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وده البروتوكول الخاص بالتصفح. كل ده هيحصل في الابلكيشن لاير. بعدين في البرزنتيشن لاير هيحصل عمليه الانكريبشن اللي هي التشفير، وهيحصل عمليه تحويل لل HTML فايلز والجافا سكريبت فايلز لل XML علشان البراوزر يقدر يفهمها ويعرضها. وبعد كده في السيشن لاير هيبتدي يتحدد ملامح الكونكشن، ان كانت هتبقى سمبلكس مود او هاف دوبلكس مود او فول دوبلكس مود، وفي الحاله دي الكلام رايح جاي فهتبقى فول دوبلكس مود. وبعدين في الترانسبورت لاير هياخد الداتا اللي جايه له من اللاير اللي قبله ويقطعها لسيجمنت، وكمان هنا هيتحدد هيستخدم انهي بروتوكول في النقل TCP ولا UDP، في الحاله دي احنا محتاجين دقه فهيستخدم TCP. بعدين النتورك لاير هتاخد الداتا سيجمنت دي وهتاساين ليها سورس اي بي وديستنيشن اي بي عشان يكون باكت. بعدين الداتا لينك لاير هياخد الباكت دي وهياساين ليها سورس ماك ادرس وديستنيشن ماك ادرس عشان يكون فريم. بعد كده الفريم في الفيزيكال لاير هيبقى عباره عن مجموعه من البيتس اللي هتتحول لسيجنالز عشان تمشي في الميديا لحد ما توصل للفيزيكال لاير بتاع جهاز الريسيفر. بعدين الداتا هتطلع من الفيزيكال لاير على الداتا لينك لاير ويبدا يعمل ديكابسوليشن للفريم ويبص على الماك ادرس ويقارن الديستنيشن ماك ادرس بالماك ادرس بتاعه، ولو هو نفس الماك ادرس يبقى الداتا دي تخصه، ساعتها هيعمل لها اكسبت، ولو لا هيعمل لها ديسكارد، فهيعمل لها اكسبت ويطلعها للنتورك لاير ويبتدي كمان يشوف الاي بي ادرس وهكذا. بعدين تعدي على كل اللايرز لحد ما توصل للابلكيشن لاير بتاع الريسيفر، وساعتها هتوصل لمهاب بشكل سليم عن طريق الابلكيشن لاير بروتوكول، وطبعا كل ده بيحصل في اقل من ثانيه. طيب احنا كده خلصنا، واشوفكم في حلقه جديده من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس.